ازاي تتصرف لو عربيتك عطلت منك فجأة في استراليا؟ اهلا بيكم يا جماعة. فيديو النهاردة تجربة حقيقية حصلت معايا هنا في استراليا، وحابب اشاركها معاكم عشان لو حصلت مع اي حد يكون عارف يتصرف ازاي. زي ما انتوا شايفين، العربية عطلت مني فجأة وانا سايق، واول حاجة عملتها بالطبع اني ركنت على جنب في مكان امن وشغلت الفلاشر، وده مهم جدا عشان سلامتك وسلامة اللي حواليك. وبعد كده على طول اتصلت بحاجة اسمها رود سايد اسيستنس، وده نظام موجود هنا في استراليا. لو عربيتك عطلت او حصلت اي مشكلة بيجوا يساعدوك في المكان اللي انت فيه. وفعلا في خلال وقت قصير وصل فريق المساعدة على الطريق، كشفوا على العربية، ولما لقوا ان المشكلة محتاجة ورشة قرروا يرفعوا العربية على الونش ويودوها ميكانيكال وركشوب. الميزة هنا انك مش مجبر تودي العربية على ورشة معينة، بالعكس انت ليك حرية الاختيار. يعني تقدر تقول لهم يودوا العربية مباشرة على ورشة تصليح خاصة بيك انت، او يعني حد انت تعرفه، او يودوا العربية على حاجة تابعة ليهم هم، او ورشة تابعة ليهم هم. او لو انت مش عارف حتى المشكلة ايه ومش قادر تحدد هتعمل ايه، ممكن تخليهم يودوها الأول على البيت زي ما انت شايف قدامك. وده الاختيار اللي انا اخترته في الموقف ده. يودوا العربية البيت فتقدر تشوف الوضع براحتك وتقرر بعد كده هتعمل ايه. وده الحقيقة خيار مهم جدا، خصوصا لو انت جديد في البلد او ما عندكش خطة واضحة. طبعا الخدمة دي بتكون على حسب الاشتراك بتاعك في شركة من الشركات اللي بتقدم خدمة الرود سايد اسيستنس، وبيبقى في باقات مختلفة حسب احتياجاتك. الخلاصة، لو عربيتك عطلت هنا في استراليا بتقف في مكان آمن، بتشغل الفلاشر، بتتصل بالرود سايد اسيستنس وتسيب الباقي عليهم. نظام محترم سريع بيوفر عليك توتر وقلق كتير. وعلى فكرة، مش كل الناس بتشترك في الخدمة دي. في بعض الناس بتفضل انها تعتمد على نفسها او على اصحابها او يتصل بحد، وهكذا كل واحد وحريته. وفي النهاية انا بس حبيت اعرض لكم تجربة ممكن تمر على اي واحد هنا، وربنا يكفينا ويكفيكم شر الطريق، واتمنى لكم جميعا السلامة.